العزيز الحميد ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو على كل شيء شهيد. الحمد لله القوي القهار العزيز الغفار المجيد الغفار سبقت رحمته وغفرت ووسع كل شيء رحمة وعلما. عطاؤه لا ينفد وعزائمه لا تنفد لا يحصي خلقه غيره ولا يدبره سواه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ولا تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. سبحانه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فاعبد بعباده وهدى بعد المؤمنين بصراطه ودلهم على كتابه وفصل لهم حلاله وحرامه فالذين اخذوه واستقاموا عليه في جنة ينعمون والذين اعرضوا عنه وعارضوه في جحيم يعذبون. واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وامام المرسلين وسيد ولد ادم اجمعين. بعثه الله تعالى بالدين الحنيف ففتح به العين العليا واذانا عصيا وقلوبا غلفا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الذين رضوا بالحق وبه كانوا يعبدون وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاتقوا الله تعالى واطيعوه وعظموا شعائره في هذه الايام العظيمه انها ايام الشعائر والمشاعر وفيها تباب الشهوات وتقال العطاءات وشكر العطيات غير خير ايام الدنيا ويوم النحر افضل الايام واعظمها عند الله تعالى. اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وارحمنا ولا تحرم علينا واغفرنا وارض عنا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر وتقي خالق الحجاج بالنصر والعفاف راحين داعين ملكين. والله تعالى يباهي في ملائكته ويقول لا رجاء ثمانين أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار في يوم عرفة. الله أكبر يسير الحجاج الآن إلى منى من الجمرة العقبة ونحر الهدي والإحرام من الإحرام ثم الطواف بالبيت ثم المبيت بين ليالي كثيرة ورمي الجمار ثم التوجيه البيت الحرام شعائر عظيمة أدى الخليل عليه السلام ويبقى إنها المؤمنون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري علينا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم. وقال لهم في عرفة حجوا على مشاعركم فإنكم على إذنكم من مثل أبيكم إبراهيم رواه أهل السنن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر في هذا اليوم العظيم يصلي المؤمنون في ست البقاع صلاة الليل ثم يتقرب إلى الله تعالى بالمضاحي ويجعل هذا اليوم أيام كثيرة وهي سنة مؤكدة. والسنة أن يأكل منها ويوسع ويتصدق وفيه جالسا إنها من الله تعالى وإليه سبحانه رزقكم إياها وشرعها لكم نسكا ويجزيكم على ذبحها ويعود إليكم رحمها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المسلمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس هذه الدنيا ميدان الاستراحة بين الحق والباطل وهما ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان وسنة الله تعالى قاضية
ببقائهما إلى آخر الزمان ابتلاء للعباد. والناس منهم من يثبت على الحق مهما كلف الأمر، ومنهم من يدعو إلى الباطل، ومنهم من يحاول المعاومة بين الحق والباطل حفظا لدين ودنيا، وذلك ما لا يكون عند شدة البلاء وغلبة أهل الباطل، فإما نصر الحق فأذهب الدنيا، وإما ركب الباطل فأذهب دينه، فليس ثمة إلا فريقان، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. والقرآن الكريم عرض للحق والباطل في كثير من الآيات ليكون الحكم على كثير من أمره، فينزل الحق ويبطل الأبصار ويجانب الباطل ولو كره أتباعه، والله تعالى هو الحق. فتعالى الله الملك الحق، وجاءت رسله بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقوله حق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودينه حق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكتابه حق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ووعده حق، فاصبر إن وعد الله حق، وكل دعوة تخالف دينه فهي باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والواجب على أهل الإيمان الثبات على الحق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وخوطب الناس بذلك: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ذم الله تعالى أهل الكتاب لأنهم يكتمون الحق، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وأهل الأهواء يلبسون الحق بالباطل لإخفاء الحق وتزيين الباطل. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويجادلون لإبطال الحق والإقناع بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وترك الحق إلى الباطل سببه الجهل والهوى، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وفي ذلك الفساد العريض والهلاك للأفراد والأمم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وحمل الحق ثقيل على النفوس، وله تبعات لا يطيقها إلا أبدال الناس، وعاقبته حميدة في الدنيا بالذكر الحسن، وفي الآخرة بالجزاء العظيم. وخيار الناس في كل زمان حملة الحق، وشرارهم دعاة الباطل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف غريب. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن هذا الدين دين واصب، وإنه من لا يصبر عليه يدعه، وإن الحق ثقيل وإن الإنسان ثقيل. وإرادة الله تعالى غالبة في أن الحق يظهر على الباطل إذا تحلى أهل الحق بالصبر واليقين. ولن يستطيع أنصار الباطل مهما بلغت قوتهم أن يميتوا الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى